أستاذ إبراهيم، ايه. بسأل نفسي وكويس إنك جيت دلوقتي. بسأل نفسي كتير، بتعب كتير ولغاية دلوقتي ما نجحتش النجاح اللي أنا عاوزاه، وحاسة إن كل اللي حواليا بيكبر وأنا صغننة، وقناتي مش عاطشة صدى. وتالت حاجة، إمتى الدنيا بقى هتضحك معايا في القناة؟ طب نسلم على اهل البيت الكبير الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير، ومع فيديو جديد نجاوب فيه على الكلام اللي قالته الاستاذه. الجواب بسيط، النجاح مش سهل. النجاح موجود وقدام عينيك وممكن توصل له وتحققه، بس لو النجاح كان سهل كان ممكن الناس كلها حققوا النجاح. لكن اسمعني كويس، انت دلوقتي مش فاشل، انت مش قليل، انت في الطريق. كل ساعة بتقضيها في شغلك على القناة، وكل دقيقة بتقعد تعدل فيها بالساعات، وكل فكرة بتكتبها، وكل تعليق بترد عليه، كل احباط بتواجهه، كل الحاجات دي بتبنيك. ايوه بتبنيك، وكل الحاجات دي بتجهزك للحظة اللي هتوصل فيها لنجاحك، لهدفك، لطموحك. ما تخليش حاجة تخليك تبعدك عن احلامك وطموحك. بس ده كله عايز صبر، عايز إرادة، عايز تحدي، لازم يكون عندك ده. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى إن كل ده يكون موجود عندك. لازم تبقى فاهم ده وعارف ده. عارف النجاح بيجي إمتى؟ لما تكمل يوم ورا يوم حتى وإنت مش شايف نتيجة. لما تكمل والدنيا كلها بتقولك كفاية كده. لما تستمر واللايكات قليلة والمشاهدات بتتأخر، ساعتها ربنا بيشوفك، بيعرف تعبك. ربنا عارف بالمجهود اللي انت بتعمله، وعارف اللي جواك، وعارف هدفك. فرب سبحانه وتعالى ما بيضيعش مجهود حد كده. رب سبحانه وتعالى عالم، وبيدي كل واحد حسب مجهوده وطموحه وإرادته. الكون كله بيشوفك، الكون كله بيشوف تعبك. والمكافأة بتيجي، المكافأة في اللحظة اللي انت مش بتتوقعها خالص، بتيجي في توقيت انت عمرك ما كنت تتخيله. وقبل كده قلنا فيديو واحد بس ممكن يضرب معاك ترند. اوعى تسيب حلمك بسبب ارقام. الارقام بتتغير، لكن الحلم اللي جواك لو مات مش هيرجع. صدقني في ناس كتيرة قوي كانت هتسيب قناتها وقبل ما تحقق النجاح بفيديو واحد بس. فيديو واحد بس قلب حياتهم، قلب حياتهم كلهم في لحظة ما كانوش هم يتوقعوها. انت ممكن تكون على بعد فيديو واحد من النجاح، بس السؤال يا ترى هتكمل عشان توصل ولا هتستسلم؟ انا عايزك تفتكر اول مرة بدأت فيها، اول مرة فتحت فيها القناة. فاكرها؟ فاكر الشغف اللي كان جواك؟ فاكر الحماس؟ فاكر الحلم الكبير اللي كنت عايز توصله؟ يا ترى لسه موجود؟ بس انت محتاج تصحيه تاني. قوم دلوقتي واشتغل، قوم اتعب، اشقى، اشتغل على قناتك. ابتدي فكر وطور من نفسك. حتى لو تعبت، حتى لو الناس مش بتشوف مجهودك، كمل. لان اليوم اللي هتنجح فيه هو اليوم اللي هتقول فيه انا ما استسلمتش، انا ما يأستش، انا صبرت ووصلت. هو ده اللي انت هتقوله يوم ما تحقق نجاحك وطموحك. خليك فاكر دايما، واوعى تنسى، اللي بيبدأ الكتير لكن اللي بيكمل للنهاية القليل. وانت من القليل ده. خليك دايما من اللي بيكملوا وعندهم إصرار وطموح. اوعى توقف. انت مش مجرد صانع محتوى، انت صانع امل وصانع الهام. خليك عارف ده كويس. انت يوتيوبر، لازم تبقى فاهم ده وعارف ده، واقنع نفسك بده. بص في المراية دلوقتي وقول
انا يوتيوبر. ما تقللش من نفسك، ما تقللش من اللي انت بتعمله. انت مميز، انت غير اي حد، انت عملت اللي محدش قدر يعمله غيرك. انت على الاقل فكرت وبدأت وفتحت قناة. خليك بقى مكمل، ما تتراجعش، ما تقولش الناس بتقول، ما تحاولش تخلي اللي حواليك يأثروا فيك، لان اللي بينتقدك صدقني مش احسن منك، هتلاقي فيه عيوب الدنيا والاخرة، فمش لاقي حاجة يعملها وخايف من نجاحك فيبتدي يحبطك انت عشان ما تنجحش. خليك فاكر الكلام ده كويس. كل فيديو بتنزله بيقربك من طريق النجاح، فما توقفش، اشتغل. افتكر دايما ان النجاح مش بعيد، بس النجاح عايزك تستحقه. لازم يبقى عندك اصرار، عندك طموح، عندك امل، عندك اراده، عندك تحدي، عندك ثقه في الله وثقه في نفسك. لازم يكون كل ده عندك. فوقوا واصحوا. انتوا بدأتوا الطريق، في غيركم مش عارف يبدأ. فلما نبدأ طريقي مفيش حاجة ترجعني، لازم أكمل، ما اخليش حد يشمت فيا. صدقوني كل اللي بينتقدوكم براقبينكم وبيحاولوا يشوفوا انتوا وصلتوا لأنهي نقطة من النجاح، لكن في اللي بيحاول يكمل ويستمر ويجتهد وما يخليش حد يشمت فيه، وفي اللي للأسف مع أول نقد بيقع. يبقى عمرك ما هتنجح. وصدقوني مش في اليوتيوب بس، في كل حياتكم هتبقوا كده. اي مشروع، اي فكره، اي حاجه هتجيلكم حتى لو مش قناه على اليوتيوب وحد انتقدكم ورجعتم، هتبقى دي طريقتكم، مش هتعرفوا تحققوا النجاح. اليوتيوب ده مجرد حاجه من ضمن الحاجات اللي موجوده في حياتنا. فمقياس النجاح جواك انت، الاراده جواك انت، النجاح والمفتاح معاك انت. لا انا ولا غيري هنطلع ونمسك المفتاح ده ونفتح لك باب النجاح. في ايدك انت، في ايدك انت. واول ما توصل للسلم بتاع النجاح صدقني هتحس براحه، وتعب السنين كلها مش هتحس بيه. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.